عامة العلماء على تحريمه، لأنه تبين الآن بالأدلة القاطعة أنه مضر على البدن، وما كان مضرا فهو حرام، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. التدخين أمراض القلب، ويرفع من خطورة تجلط الدم، حيث إن التدخين يتسبب في تجلط صفائح الدم مع بعضها البعض. ويصيب التدخين منطقتين رئيسيتين في الجهاز التنفسي، هما أنابيب القصبة الهوائية والحويصلات الرئوية، ويدمر التدخين الحويصلات الهوائية أيضا. يحتوي دخان السجائر على ما لا يقل عن 40 مركبا مسببا للسرطان، ويعرف سرطان الرئة على أنه أكثر أنواع السرطانات انتشارا، وذلك لارتباطه بالتدخين، حيث يتم تشخيص ما لا يقل عن 1,000,000 حالة سنويا. تتسبب المواد السامة في السجائر بالسرطان في أماكن أخرى في الجسم، مثل الدماغ ونخاع العظم والفم والبلعوم والحلق والمريء والمعدة والبنكرياس والكلى والمثانة والرحم وعنق الرحم. كما يسبب التدخين العقم في النساء والرجال. أما إذا استنشقت المرأة الحاملة الدخان فإن ذلك يؤثر على جنينها بلا شك، ويزيد من خطورة نقص وزن الجنين والإجهاض والولادة المبكرة ووفاة الرضيع. التدخين دمر